أسامة عبيد اسم عمل ضجة كبيرة في الساحة الكروية التونسية في الساعات الأخرى. الملاعبي بعد اتفاق كامل مع النادي الإفريقي على كل تفاصيل العقد، فسخ عقده بالتراضي مع بني ياسر الإماراتي يعمل الفحص الطبي مع فريق باب جديد وينجح فيه. الاتفاق كان واضح، عقد لمدة 2 مواسم ونص، والملاعبي وصل لتونس نهار السبت وقعد على ذمة النادي الإفريقي وكان مقيم في نزل في جهة قمرت، لكن القصة ما وقفتش غادية. الخبر هذا خلق غضب كبير عند جماهير ليتوال، خاطر أسامة عبيد هو ولد الفريق وفريقه كان محتاجه أكثر من أي وقت، وصارت برشا ضغوطات حتى الملاعبي بنفسه أكدها. بعدها تصير اتصالات مباشرة بين عبيد ومسؤولي ليتوال، وزيد على هذا عائلته الكل تحب ليتوال وتدخلت، قالوا له أرجع لجمعيتك، النجم أولى بيك. في لحظة حاسمة أسامة عبيد يحسم القرار ويختار العودة للنجم الرياضي الساحلي ورسميا يمضي للفريق.